بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اليوم يا جماعة الخير احنا قاعدين في مجلس عامر صراحة بهلا وهالرجال طيب. مجلس صراحة مبارك المغربي ابو عبد الله، امسي عليك يا ابو عبد الله، عساك على القوة صراحة. هذا المجلس يا جماعة الخير اللي تشوفونه يجمع نخبة كبيرة من اهالي صراحة فريج بصرة. كيف فريج بصرة معروف عنه صراحة بالطيبة، ناس نواخذه ويشهد لهم التاريخ صراحة، مو في البحرين جميعا، وانا ما انقص من بقايا المناطق البحرين، لا والله ونعم فيه، بس انا ابي اتكلم صراحة يا جماعة الخير عن هذا الفريج صراحة. فريج فيه نواخذ خرج منهم ناس كثير حقيقة، منهم يعني صراحة اللي خدومه في الدولة، ومنهم صراحة اللي موجودين اقول لهم عسى الله يعطيكم الصحه والعافيه، واللي راحوا رحمه الله عليكم حسب وضعهم. واليوم انا نبي نتكلم مع ابو عبد الله. مسا عليك يا ابو عبد الله. جزاك الله بالخير. الله يسلمك جزاك الخير. ابيك تعطيني شنو فريج بصرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فريج بصرة طبعا معروف، يسمى هو فريج الشيوخ سابقا، فمشى عليه بصرة، لكن التسمية السابقة كانت فريج الشيوخ. ففي كثير من العوائل وكثير من النواخذ، كثيرين منهم موجودين في هذا الفريج. اللي منهم غادر يعني راح يشتغل في السعودية، اللي اشتغلوا بالسعودية طال عمرك، واللي تموا موجودين، ونواخذة الفريج الموجودة كلهم معروفين، يعني عوائل كثيرة، المهزة، عائلة أبو زيد، عائلة المطوع، عائلة بيت البقيشي، عائلة الخلاف، وعائلة الله يسلمك، يعني عوائل كثيرة. عندك بن ذنهان، عندك عوائل عبد الله مبارك التوسري، عندك الله يسلمك يطول العمر، عندك بيت السندي. السندي هذولين يعني طبعا معروفين، عيالهم أكثرهم كلهم دكاترة. وعندك كذلك كل بيت ابو زيد، عندك بيت عبد الله سلمان جاسم، في عوائل كثير. طبعا هذه العوائل طبعا، واحنا يا جماعه الخير العوائل اللي احنا ما ننقص من بقايا البحرين، البحرين كلها عوائل، كل واحد عوائل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اللي بيسمع الفيديو احنا ما نتكلم عن العوائل، لا تكلمنا عن الناس اللي لهم كان دور صراحه في الغوص، وكان لهم دور حتى منهم السعوديه، اعتقد راح ابو عبد الله اشتغلوا في السعوديه. نعم منهم. وشنو سالفه مدرسه درويش؟ هذه الله يسلمك يا طول العمر كان بيت درويش، بيت درويش كان كبير. نعم. وزارة التربية والتعليم احتاجت حد في نفس المنطقة إلى مدرسة ابتدائية. فخذوا هذا البيت، كان فاضي، خذوا البيت وأجروا من عائلة درويش، سموها المدرسة مدرسة درويش. هي أعتقد اسمها حسان بن ثابت، اسمها حسان بن ثابت المدرسة، فسموها ناس تسميها مدرسة درويش، وناس تسميها التسمية اللي موجودة في وزارة التربية والتعليم اللي هو حسان بن ثابت. فهذه سوى مع حسان بن ثابت. كلمة بصرة يعني كانوا فيها شيوخ. كانت الشيوخ نعم. المهم ان كلمة بصرة ذي حسب ما سمعت ان كانوا نواخذ الشيوخ، النواخذ اللي كانوا في الفريج يصرون اللولو، يسموها اي يصرون اللولو، سموها بصرة. بس هو كان فريج الشيوخ، يسمونها في كتب يحطونها في اكياس صغيرة في هذه، وش اسمه، وتمت التسمية على هذا. يا جماعة الخير الختام صراحة نشكر ابو عبد الله، ونقول له عسى الله يعطيك الصحة والعافية ويقويك ان شاء الله، وسلام حال ابو عبد الله، منبخ الله الى اهالي فريج بصرة صغير وكبير ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يعطيك الصحة والعافية. احنا والله نرحب بك، واحنا هذا شيء وجودك معنا هذه زينة في يوم الاسمة. هاي شيء وسامة حط عليك. ونرحب بكل اخواننا الموجودين معنا، واي واحد يبي اي فكره ياخذها عن الفريج حياه الله في مجلس. الله يجزاك الله خير. واحنا ما ننسى طبعا اهالي منطقتنا، ولا ننسى طبعا مواخذه فريجنا يعني. اخوكم محمد خليل الله، شكرا.